طبعا امبارح في بوست كده غريب من مستر اكس. مرتضى منصور امبارح نزل بوست، يعني خد كميه ها غير طبيعيه. اولا البوست غريب جدا، بيشكر الناس وبيشكر اعضاء الجمعيه العموميه، وفي كده كلام ان هو في توقيعات من الجمعيه العموميه لعودته رئيسا لنادي الزمالك. يا جدعان يا جدعان بقى كفايه، انت ما بتزهقش؟ انت ما بتزهقش؟ ايه ده؟ كفايه بقى، كفايه نادي الزمالك اتدمر بسببك وبسبب اولادك وبسبب تواجدك ومشاكل وعقود ووقف قيد وغرامات واللعيبه ما خدتش مستحقاتها وفلوس دخلت مش عارفين راحت فين ولا جت منين. نادي الزمالك في ازمه كبيره جدا، وهتقعد بقى تقول وحشتوني. وحشتوني؟ مين اللي وحشك؟ طب ما دام اللي وحشوك كده وفي حب، والحمد لله على نعمه، على نعمه الحب بتاع ربنا سبحانه وتعالى اللي زرعه في القلوب، والحاجات والحاجات اللي هي الغريبه اللي انا شفتها في البوست دي بجد يعني. حب ايه؟ طب ما تفتح الكومنت. انا اعرف ان البني ادم اللي ما بيخافش، وانت دايما كنت بتقعد تقول انا اسد ودرع وسيف وحاجات اللي هي الغريبه اللي احنا كنا بنسمعها في الفتره الاخيره اللي خلت نادي الزمالك يخش في دوامه. افتح الكومنت، افتح الكومنت، شوف الناس بتعلق بتقول ايه، شوف غضب جمهور الزمالك، شوف المصيبه السوداء، وشوف المشاكل اللي انت عاملها لنادي الزمالك انت واولادك. غريبه جدا بصراحه. بوست ملوش اي لازمه، بوست ملوش اي، ابعد عن النادي حقيقي بجد. انت خليت النادي الزمالك بقى الناس بتضحك والناس بتتكلم عليه، مش في مصر بس، حتى في الوطن العربي. خليت نادي الزمالك يتاخر كتير جدا في البطولات وفي الدوري وفي بطوله افريقيا وحتى يمكن الفتره اللي جايه حتى نادي الزمالك ممكن وارد ان ما يبقاش موجود في الكونفدراليه، لان الظروف اللي موجوده والمشاكل اللي موجوده بتاعت اللعيبه طبيعي ان انت مش هتأدي كويس، لان في مشاكل ماديه ومستحقات متاخره، في مشاكل مديونات، في صفقات ملهاش اي لازمه اضافت لنادي الزمالك اللي انت عملتها انت واولادك، ودايما ولادك، ودايما امير، ودايما احمد، ودايما حاجات كده. الواحد بصراحه يا عم كلنا بنحب ولادنا، بس لو بتحب نادي الزمالك ابعد حقيقي، ابعد. الناس خلاص اتخنقت، والحاله اللي انت عاملها بالسب والالفاظ اللي الواحد بيشوفها دي سببك. انت خليت الناس بدل ما كانوا بينسفوا على بعض، كان دايما في ما بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك بيسفوا على بعض، بيتريقوا على بعض، في منافسه. انت خليت يعني كم كبير جدا من جمهور نادي الزمالك بقى يغلط ويشتم واعراض، حتى مش على ابراهيم بس. الكلام ده وصل حتى لرموز النادي، وصل لاسماء كبيره جدا للنادي، لاسماء لعبت للنادي، في تاريخ للنادي. ارحم الناس وابعد. وحشتوني ايه؟ كلمه وحشتوني دي غريبه جدا بصراحه. يعني وحشتوني ايه؟ مش فاهم. وحشك اكيد اللي وحشك هزاز الرؤوس. اكيد هم دول اللي وحشوك بصراحه. هم كانوا بصراحه، هم اللي يعني اللي معاك بصراحه ومدعمينك. كلهم بره دلوقتي. امشي امشي، اطلعوا بره، اطلعوا بره، اطلعوا بره والله بجد، امشوا. مين دول اللي انت جبتهم؟ ومين دول اللي انت دخلتهم النادي؟ ومين دول الاسماء اللي دخلت على الساحه الرياضيه في القناه؟ نادي الزمالك اسم كبير، نادي الزمالك يستحق مكان اكتر من كده. للاسف انت واولادك دمرتوا النادي، دمرتوا النادي. عمركم ما اشتغلتوا لمصلحه النادي، بتشتغلوا لمصالحكم الشخصيه وصفقات على حسب الاهواء ومصالح وحاجات كده يعني معروفه. وكمان كم الفلوس اللي انت عمال تتكلم فيها، الفلوس، ما فيش فلوس في النادي. الفلوس اللي دخلت نادي الزمالك دي راحت فين؟ والمستحقات واللعيبه وكره اليد وكره السله وكره القدم. نادي الزمالك متدمر، نادي الزمالك متدمر. ابعد. لو انت فعلا بقى شايف الحب بتاع الناس، افتح الكومنت. افتح الكومنت، هتشوف بقى الكومنت، هتشوف الحاجات الحلوه اللي يعني فعلا قد ايه هتعرف الناس بتحبك. الناس يعني بتموت فيك. الناس بتعشقك. يا عم ابعد بقى، ابعد بقى خلاص بقى. ما حدش بياخد زمن وزمن غيره. وكمان عايز تدخل ولادك. ولادك دول برضو خربوها على فكره، سواء في كره اليد او في كره الطايره او حتى في الصالات. ما لهمش علاقه بالرياضه. هم يقعدوا على المكتب، واحد منهم ما بيصحاش اصلا بدري، الاثنين اصلا ما بيصحوش بدري ولا اصلا يعني شايفين قدامهم. فايه الاضافه اللي هيعملوها لنادي الزمالك؟